اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا احلى متابعين في الدنيا؟ صباح الخير على عيونكم، صباح مليء بالحب والفرحة والهنا والسعادة. وهنا بقى كنت السردين بتاع الفيديو اللي فات اللي انا كنت قلياه، كنت طبعا جايبة كيلو، اخدت منه شوية كده وقلت لا انا هحدقهم او اكسرهم او اخللهم، شوفوا انتوا بتقولوا عليها ايه. وهنا بقى ما لقيتش انسب من العلبة الجميلة اللذيذة السكرة اللي معايا دي. وهنا بقى قلت اضيف السردين، ضفت رشة من الملح. يلا بقى ما تاخدونيش في دوكا، صلوا على النبي يا حبايب القلب. هنا بقى ضفت رشة من الملح، وضفت السردين، وبعد كده هنزل برضو برشة من الملح. طبعا الملح ده ناعم، ممكن تعملي بملح خشن، شوفي الموجود عندك واعملي بيه. بجد السردين كان حلو قوي والله العظيم، كان طعمه حكاية. طبعا انا فتحت عليه بعد يومين بالظبط علشان احنا في الحر. هنا بقى ضفت برضو طبقة تانية من الملح، وهضيف دلوقتي حاجة هتخلي السردين في حتة تانية خالص. هضيف قشرة بصلة. قشرة البصلة دي مش هتخلي ريحة السردين ليه ريحة، وهتخليه احمر من فوق ومن تحت. ممكن لو مش حابة تضيفي ورقة البصلة ممكن تضيفي ورقة غار، بجد برضو بتمنع ريحة الزفارة. وفايدة يعني ميزة قشرة البصلة زي ما قلت لكم اللي هي بتحمره، بتخليه احمر كده شبه بتاع بره. والله العظيم السردين ده عملته ما شاء الله، كان طعمه، فتحت عليه بعد يومين كان طعمه بجد حكاية. اللي اكل منه عندي واقسم بالله بجد قال لي ده شبه الفسيخ بالظبط، شبه بتاع بره، بجد كان طعمه حلو قوي. هنا بقى هنزل برشة من الشطة، وهنزل برضو بطبقة تانية ملح وشطة وقشرة بصلة وفي الاخر خالص طبعا الملح مادة حافظة ليه. والزيت بقى طبعا الزيت بيبقى مادة عازلة، اللي هو مثلا بتبقى لو ما يعملش ريم، مادة بتحافظ عليه عامة يعني. وهضيف دلوقتي برضو السردين بنفس الطريقة تاني، هضيف الملح والشطة وهضيف قشرة البصلة والزيت. وهنا بقى الفيديو بتاعي بسيط وسهل، ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. انا بعمل الحاجات دي البنات اللي لسه مبتدئه، وانا عارفه ان انتوا كلكم شطار، ربنا يحسن ما بين ايديكم. واللي بيتمنى حاجه يا رب ربنا يرضيه بيها ضعف ما بيتمنى. واللي بيتمنى الخير الشر لحد، ربنا يقعد له ضميره، وربنا يكفينا شر الناس اللي نفوسها سودة من جواها لينا يا رب. بجد الناس اللي بتبقى الحقدة والحاسدة، والناس اللي هي بتبقى بتقعد معانا وبتبقى من ورانا وبتبقى قاعدين معانا ومن ورانا بتتكلم في ظهرنا، ربنا يا رب يبعد اي حد بيتمنى حاجة وحشة، يبعدوا بعيد عننا يا رب. اللي بيتمنى لنا حاجة وحشة عامة يا رب، اذا كان احنا او انتوا كل المسلمين جميعا، ربنا يكرمكم كده بالهنا والفرحة والسعادة والبهجة ويكرم كل حد بيتمنى حاجة يا رب حلوة، ربنا يقعد له ضميره ويكرمه بيها ضعف ما بيتمنى. وهنا بقى حطيت الزيت، وانا قلت ادردش معاكم كده، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. احنا اسرة مع بعضينا ان شاء الله، لما هوصل لحاجة هيكون بفضل ربنا ثم فضلكم. انا عايزاكم تدعموني وتقفوا جنبي في القناة، هي لسه انا عاملاها بقالها زي سنة، مش فاتحاها بقالي كتير ولا حاجة. وطبعا الدعم من عند ربنا الاول، بس انا يعني املي في ربنا وفيكم كبير قوي. وهنا بقى قفلت على العلبة وفتحت عليها بعد يومين بالظبط. ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان ينزل لكم كل